ملاحظة: هذا الكتاب ليس من قصص خرافية، وإنما نقلا عن أساطير تاريخية عمرها آلاف السنين للحضارة المصرية. في كتاب، بس مش أي كتاب، اللي بيقرأه بيعرف لغة السماء وبيقدر يحكي مع الآلهة ويعرف كل أسرار الكون. يعني أخطر من كتاب شمس المعارف الكبرى. اسم الكتاب توف، بس مش أي حدا قادر إنه يلمسه. لا، كمان بيقولوا اللي بيقرأه يا بصير نبي، يا بجن، يا بيختفي ومعاش حدا بيعرف له أثر. طب ياسر، شو هو هالكتاب؟ تعالوا لنشوفه سوا. الكتاب منسوب للآله المصري القديم تحوت، كلنا بنعرف، اللي كان إله الحكمة والعلم والكتابة. هلأ بحسب الأساطير قالوا إنه الكتاب كاتبه تحوت نفسه، وبيحتوي على تعاويذ وأسرار بتعطي قوة للروح، بتخلي الكائن يقدر يسمع صوت النجوم، وحتى يتحكم بالبشر، وحتى إنك تقدر تحكي مع الكائنات الروحية. طب ياسر، ليش الناس بتخاف منه؟ لأنه بيقولوا اللي بيقرأوا صح بتنكشف له الحقيقة العظمى، حقيقة اللي العقل البشري ما بيقدر يتحملها. في ناس بعد ما قرأوه حزروا شو صار فيهم، انجنوا. ليش انجنوا؟ لأنه الإنسان يا عزيزي المشاهد في شغلات حقيقة بس يعرفها عقله البشري ما بيستوعبها. لأنه بوقتها في واحد من الكهنة كتب عن الكتاب وقال: أنا شفت الكتاب وشفت بعيني شغلات بتخلي الدم يوقف بعروقك، بس ما قدرت اني كفي صفحاته، لأنه انت عم تقرأ بتحس شي بين الصفحات عم يتطلع فيك. تخيلين الموقف؟ والله. طب يا ياسر، وينه الكتاب؟ هلا يا عزيزي المشاهد، اخر ما قالوه الكهنة انه مخبيه الآلهة تحوت بإهرامات مصر. بعض الناس قالت انه في نسخة جزئية منه وصلت لأوروبا وانسرق محتواه وتحول لأساس بعض الكتب السحر الغربية. واما عن بعض الناس بتقول انه هذا الكتاب مش مسخر لمين مكان، لأن الكتاب صفحاته فارغة، ولكن اللي مسخر له بيقدر يقرأ الصفحات، لأنه العقل البشري عند إنسان بيختلف عن إنسان. صح. إذا بتحبوا بحبش أكثر عن الموضوع، لهون بكون خلص الفيديو أعزائي المشاهدين. حط لايك وتابع الحساب. إذا حطيت لايك على الفيديو بالليل ونمت رح تلاقي مصاري تحت المخدة. هاي الطريقة مجربة وعندي متابعين عم يطلعوا مصاري. كان معكم أخوكم ياسر، بيس.